في البدايه نحب نهنيكم على الاداء القوي والانضباط التكتيكي الرائع، بس زي نتيجه زي ديت ممكن تؤثر على الفريق خاصه بعد المستوى التصاعدي اللي كان طالع. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، هارد لك لنا اليوم في مباراه اليوم. اعتقد قدمنا مباراه كبيره امام فريق قوي. النتيجه ما كانت جيده. نحاول ان احنا الحين نتجمع كلنا مع بعض نتكاتف عشان نطلع بصوره جيده في الدور الثمانيه. مش دائما راح تلعب انت وتطلع بنتيجه جيده. الحمد لله اليوم قدمنا مباراه جيده بس ما طلعنا بالنتيجه المطلوبه. ان شاء الله نتعلم من هذا الدرس عشان نستفيد منه الدور الثمانيه. تمام. ليك اي تعليق على حكم المباراه خاصه تردده في احتساب الهدف وذهابه لحامل الرايه في الاول وكان شكنا اوفسايد ولا لا؟ انا ما اتكلم عن الحكام، والله مش عارف انا اذا كان اوفسايد ولا مش اوفسايد. ما عندي اي تدخل على حكم المباراه. نفكر في انفسنا الحين كيف نكون بصوره احسن في الدور. حسنا كابتن مهدي مديك النهارده مهام دفاعيه وشفناك بتقف قبل رباعي المنتصف الدفاع دايما. هل دي كانت مهام عدم التقدم تمام ولا كانت ايه بالظبط؟ مهام جديده؟ ما اعتقد ان في مهام جديد ككل المباريات. اعتقد كل لاعب له نسبه هجوميه ونسبه دفاعيه، وانا نسبتي يعني اعتقد اميل للدفاع اكثر كون في لاعبين يقدمون. اعتقد يعني المهام كاي مباراه. الف سلامه على قدمك. في حاجه؟ لا ما في اصابه بسيطه. كلمه للجمهور.